واش عارفين علاش المنتخب خسر من ناحية مقابلة ديال فرنسا؟ الناس غادي يقولوا لي اسيدي بعنا لا الماتش او لا اتفاقيات مع اتفاقيات. لا ماشي هادشي، دابا الماتش ديال المغرب وفرنسا كاينين شي حوايج ما باينينش في الخفاء. شنو هما هاد الحوايج؟ نخليكم مع هاد الفيديو وغادي تعرفوا من الاول حتى الاخر. قبل ما نبداو الفيديو خلي معاك شي لايك، سبسكرايب في هاد القناه بدوي لايف، خلي شي تعليق ديالكم باش نعرفكم بدا كاينين. يلا نبداو على بركه الله. اول سبب ان شركات القمار غادي دير افلاس الى ربح المغرب وفرنسا. تقول لي كيفاش وعلاش؟ شنو هو السبب اللي خلى شركات القمار غادي دير افلاس؟ الناس اغلبيه الناس مخمرين بلا ان المغرب اولا دايرين رهان بان المغرب غادي يربح فرنسا. كلشي مخمر بان المغرب غادي يربح فرنسا، لهذا الشركه ماشي بصالحها المنتخب المغربي يربح فرنسا وغادي تخسر المبالغ كثيره، يعني غادي دير افلاس. يعني راه هذه هي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه كاينين شي شركات 50% فرنسيه و50% ايطاليه واسرائيليه، وكاينين شركات قانونيه وغير قانونيه، وزيد عليها سبونسورات اصحاب الاعلانات، وزيد عليها التيشورتات واصحاب الأقمصة وغير ذلك الماركات العالمية، بأن التوني أو تيشورت ديال منتخب فرنسا غلا من تيشورت ديال المنتخب المغربي. يعني منتخب فرنسا إذا خسر غادي تطيح قيمته السوقية، يعني أغلبية اللاعبين عندهم قيمة سوقية طالعة، والمنتخب تساوي مليار ديال الدولار، أكثر من مليار ديال الدولار. يعني قيمة التسويقية ديال المنتخب، يعني هذه غير الفلوس. فيفا تاني ما باغاش منتخب عربي وافريقي يكون من اوائل. يعني بحال هاد الكاس دايرينو الناس غير الدول الكبرى مثل الارجنتين، فرنسا، اسبانيا، انجلترا، هولندا. يعني جياني انفانتينو ملي خسر المنتخب الهولندي ما كانش راضي على الوضع. ما كانش راضي على الوضع، لان بحال كيشد كيضرب في يدي وما راضيش هولندا تخرج. وكذلك المنتخب الكندي، يعني الملامح ديالو يعني جاني انفانتينو واخا كاك ماكر جدا. الناس كيلومو اللاعبين وكيلومو الجميع، كيقول لك اودي بعتوا الماتش لفرنسا ولكن عطش المقابل خرجتوا على 40 مليون مغربي. ولكن طاب باكم من ناحيه، ولكن المنتخب يعني كنا كنتسناو منه كتير، ولكن اخر لحظات اللاعبين نزلوا يديهم. ولكن خصوصا الاخوان، هاد الهضره هي اللي كاينه، ما تلقاوش شي مصادر اخرى، لان الشركات القمار هي اللي كتحكم في الفيفا. شركات الرهانات او اللي كتسمى القمار هي اللي كتحكم في المنتخبات، شكون يطلع وشكون ما يطلعش. راه لا يمكن واحد يخمر على منتخب وغادي يربح، ولكن شركة قمار غادي تخسر مبالغ مبالغ من الاموال مهمه. يعني يا الاخوان هذا فيديو غبنا عليكم هذه واحد المده. دابا حنا رجعنا ان شاء الله قناه بدوي لايف، كنديروا التحاليل اخبار سياسيه كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا. كنتمنى تخلوا شي لايك وبارطاج وسبسكرايب، ولا كان شي تعليق علاش لاش من الموضوع نهضروا عليه. تحياتي الاخوان، تهلاو هذا المكان.